أنتم الطرف الثالث، أنت بصفتك يمني وإلا التونسي والليبي وغيركم. ربي يقول لك إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ايوه فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي. معليش تدخلوا مطالبين أن تدخلوا في الموضوع. أيوة. أنتم تدخلوا بنية الصلح، مش بنية أنك تتحيز لطرف اللي على الطرف. أما أنتم مطالبين بالصلح وبالحكمة والموعظة الحسنة، هكا نوصلوا للنتيجة. وأنا على هذا الأساس، على أساس هذه الآية وتطبيقا لهذا النهج القرآني، أنا مع المغرب ضد الجزائر، لأن الملك محمد السادس عطاهم 3 سنين يد ممدودة. أنا أتكلم عن نفسي، أضرك ما أضرك هذا شأنك. وأنا أرى وأنا أسمع كمتابع كناشر كقارئ كمراقب للأحداث، أرى ملك المغرب يقول لهم يد ممدودة، تعالوا نتصالح، نحن إخوة، نحن عمق، نحن كذا. يطلع يقطع الجو، اليد الممدودة، وتبون يقول اللا عودة. أليس هذا بغي؟ فإن بغت إحداهما على الأخرى. أنا أرى أن المغرب، أن الجزائر باغية على المغرب، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله.